السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه التغطية الجديدة من قلب الرباط. اليوم غادي نهضروا على واحد المعلمة اللي ما كاين بحالها، لا في المغرب لا في افريقيا كاملة. ملعب مولاي عبد الله الكبير، تحفة معمارية واقفة شامخة في مدخل العاصمة من جهة الجنوب، بحال طبق ذهبي كيستقبل الزوار وكيخليهم منبهرين من أول نظرة. وهذا الانبهار ما كيساليش مع غروب الشمس، لا بالعكس، كيتزاد وكيوصل القمة ملي كطيح الليل وكتشعل الأضواء وكيولي هاد الملعب لوحة فنية مضوية كتسر الناظرين. ودابا في المرحلة اللي وصل ليها ضروري نحطو التركيز على الإضاءة الخارجية ديالو، لأنها ماشي غير مصابيح ممورة، بل لمسة فنية كتزيد تبين هاد التغليف المعقد اللي مستوحة من سعف النخل كما كيقولوا لينا في دفاتر المشروع. كاين أسرار كثيرة على هاد الإضاءة، حيت لحد الساعة ما كاين حتى إعلان رسمي على شنو غيختاروا باش ينوروا الواجهة الذهبية ديال الملعب. وهذا الشيء اللي كيخلينا نفكروا في كل الخيارات الممكنة ونتخيلوا شنو نقدروا نشوفوا في هاد التحفة. راه الإضاءة هنا ماشي غير ديكور، بل عنصر أساسي باش المباريات تدار في الليل وباش الواجهة تبقى كتشع جمال وإبهار. اش غادي يكون؟ كاين نظام الإضاءة الغامرة اللي كيعتمد كشافات ضوئية من الأرض للفوق، ولكن هذا الأسلوب باين مستبعد حيت التغليف ماشي مسطح وما كيعكسش الضوء كيف ما خاص. وكاين حتى الأنظمة الديناميكية بحال دايناميك فلاغ ريفيل اللي كتخلي الواجهة تحول شاشة كتعرض الرموز بحال علم المغرب ولا أي شكل بغاو يعرضوه. هاد النمط كيتطلب شبكة كاملة ديال المصابيح الدقيقة مركبة بشكل منتظم ومربوطة بنظام تحكم مركزي، وهذه خاصها تجهيزات معقدة ودقيقة ومرنة، خاصة وأن الواجهة فيها أشكال متداخلة وتموجات. وزيد عليها النظام ديال ليفينغ ويمز ولا النسيج الحي اللي كيعطي إحساس بأن الواجهة كتنفس وتنبض بالضوء والحركة. تخيل معايا الملعب كله كيدور في لوحة ضوئية كتفاعل مع الأناشيد، تصفيق، حتى الألعاب النارية كتولي مربوطة بالنظام في ذاك اللحظة. ولكن حسب الخبراء والمتابعين فالأقرب هو أنهم يعتمدوا نظام لومينوس نيت باترن، حيث هو الأنسب لهذه الواجهة المعقدة. كيفاش؟ عن طريق تثبيت نقط ضوئية صغيرة LED موزعة على الهياكل الحاملة ديال الصفائح المعدنية ديال التغليف. وهاد الصفائح المائلة المتراكبة كيخليو تركيب الأشرطة الضوئية سهل، وكيخليو الكابلات مخبية بلا ما يبان حتى حاجة في النهار. ولكن في الليل الملعب كله كيولي شاشة عرض فني مبهرة كتشع نور وحركة. المعلومة الحصرية هنا هي أن هاد الشبكة ديال الإضاءة ما كتأثرش على التهوية اللي كاينة في الملعب، حيث الفتحات والفجوات بين الصفائح كتلعب دور مزدوج، ديكور وتهوية، وفي نفس الوقت كيخبي المعدات ديال الإضاءة بلا ما يشوهوا المظهر الخارجي. هاد الملاعب من الجيل الخامس كتعطي الدليل على أن المغرب ما بقاش كيبني غير منشآت رياضية، بل كيبني صروع معمارية عندها بصمة عالمية. راه حتى مسؤولي الفيفا تعجبوا من السرعة في التجهيز وجودة البنية التحتية وحتى من الأفكار الجديدة اللي كتعطي إضافة كبيرة لهاد التحفة. وختاما بغيت نقول لكم راه ملعب مولاي عبد الله ما غاديش يبقى غير ملعب ديال الكرة، بل غادي يولي رمز ديال الإبداع الهندسي المغربي الحديث. وهاد الإضاءة اللي غادي تزينه في الليل غادي تخليه جوهرة كتسطع في السمات الرباط. دابا إلا عجبك هاد المحتوى ومازال ما شاركتيش معنا، ضغط على الزر ديال الاشتراك وفعل الجرس وخلي تعليق ديالك على رأيك في هاد الإبداع الهندسي، وخليونا مستمرين معكم في التغطية من قلب الأوراش لحظة بلحظة حتى تشوفوا النهاية بعينيكم. كان معكم أنوار ستاغ، خليكم أوفياء ومرحبا بكم في كل جديد. إلى اللقاء في موعد آخر، وتحياتي لكم من قلب العاصمة، والسلام.